المضيف الكويتي في العراق عبد الله الرضيع. موكب خيمة عبد الله الرضيع مقدمة من دولة الكويت إلى كل زوار أبا عبد الله الحسين. كميات كبيرة من الدجاج واللحوم مقدمة لأكثر من 22 مليون زائر في زيارة الأربعين، وأطيب المأكولات تجدها في هذا الموكب. نحن باليوم تقريبا عندنا 8 طن شاورما بحدود ال 5000 فروج، 4000 ل 5000 فروج، 4 طن لحمه، وعندنا خبز بحدود ال 100,000 رغيف يوميا. 100,000 رغيف يوميا. احنا بالساعه بننتج 5400 ل 5700 بالساعه رغيف خبز. وبنفس الوقت كمان عندنا مشان الصبح، مشان الريوق الصبح، عندنا كرواسون باعداد كبيره، عندنا دوناتس، عندنا كيك، وعندنا كب كيك كمان باعداد كثير كبيره. الطعام مقدم بعناية ورقابة صحية عالية الجودة. على مدار اليوم لا يتوقف العمل، وهذا كله مجانا على حب أبا عبد الله الحسين. وإذا نظرت إلى الأعداد الهائلة في هذا الموكب تندهش من خدمة الزوار كافة بأفضل الخدمة. ومن الداخل لراحة كافة الزوار هناك 3 قاعات تستقبل الرجال ومثلهم للنساء أيضا، حدائق واسعة وجميلة لراحة الزوار. وأيضا يقدم الطعام من الداخل بأعداد كبيرة. كم وجبة بتم توزيعها باليوم للزوار؟ الوجبات اللي تتوزع كل قسم له معين وجبات. في قسمنا احنا قسم البرجر وقسم الفيليه، وتقريبا فوق 10,000 12,000 يعني يعدي هاي الوجبات، بس هذا قسمنا. والحلويات اللذيذة مقدمة على مختلف أنواعها. كم عدد إنتاج الكبايات باليوم اللي بتقدموها للزوار؟ بالنسبة للآيس كريم يوميا تقريبا من 1500 إلى 2000. بالنسبة للسلاش من 2000 تقريبا، 2000 وشوية يعني، مرات ننزل 2000 ونص. القهوة المثلجة وغير المثلجة متوفرة أيضا. كيلو بتستخدمه بنهار ليتم توزيع لكل الزوار؟ 30 كيلو باليوم نوزع حق الزوار. عدد إنتاج الكبايات اللي بتقدموها باليوم للزوار؟ والله باليوم احنا نفتح 5 ربطات، وكل ربطة 1000 قلاص يعني. 1000 قلاص. اي كل ربطة يعني 5000. 5000 باليوم. 5000 كباية بتتوزع على 5000 كباية مثلا. مرات هالليلة ما شاء الله أكثر، عدينا ال 5000 ما شاء الله. يجون الزوار ويروحون، وعندك الكادر هم يشربون وأهلهم يجون. الحمد لله توزيع دايركت 24 ساعة بدون توقيف. شنو الليل، شنو قبشة، شنو وقت صلاة، ما توزيع. الحمد لله. مأجور. يا أجرك الله. موكب عبد الله الرضيع هو أكبر مضيف كويتي في العراق، وهنا لابد أن نتشكر دولة الكويت على خدمة الزوار بأجمل صورة